السلام عليكم. اليوم حبيت اشوفكم اجمل منطقة بمدينة اربيل. تعالوا شوفوا الفيديو. كل يوم وياكم فيديو جديد من مدينة الامباير اللي موجودة باربيل. شوفوا ليش امباير، هنا جايين عرسان دا يصورون مقابل المدينة هذا الجميل. فاني حبيت اشوف لكم الاجواء اليوم. شوفوا شلون هذا الدريم سيتي، هذا على طرفه يصير كلها امباير صايره. هسه راح احاول اشوف لكم بعد جو اجواء اليوم يخبل، حتى على مود هذا جايين يطقون صور العرسان. فاني من امدح شيء يقولون ليش تمدح مثلا، يا اخي منطقة تستحق، اربيل تستحق المدح من كل شيء، من الاعمار، من النظافة، من الامان. فانتم من تجون اصلا الاربيل تشوفون هذا الشيء بعيونكم، يعني ما حاجة اصلا ابهول اصلا. بس هم ارجع امدح، لان واحد من يجي الاربيل يرتاح نفسيا. هاي كلها مطاعم، هاي الجو الامباير من البداية للنهاية. حتى اليوم اكو عرسان جايين يطقون صور. هالاعمار بعد ما كاملة، البنايات اللي دي تصير ركن مال الامباير. وهذا الدخول بداية المدينة امباير. شوفوا الجمال، شوفوا النظافة. اليوم الجو يخبل، حبيت استغل الجو واشوف لكم مدينة الامباير. طبعا هي واحد من اجمل المناطق اللي موجودة باربيل، هي معروفة اصلا واكثر الجايين هنا يعرفون. وهذا طرف الدخول اليمين من تدخل الامباير، هذا طرف اليمين اللي صاير عمارة جديدة دا تصير. العمارات بعد اعلى، بعد تتطور اكثر اربيل، راح تكمل ان شاء الله عن قريب هذه العمارات وتطلع المنظر بعد احلى. هذا الميدان، هذا التمثال اللي موجودة بنص مدينة امباير. الحلو بامباير سيارة احلى من الثاني يا اخي، بس تشوف السيارة ترتاح نفسيا، وتشوف النظافة، وتشوف الامان. ما تحس نفسك انه انت بالعراق، تحس نفسك انه بدول اوروبية على قولة علي. شوفوا هذا تمثال، هذا الميدان هنا مكتوب بالورود مكتوب امباير. الشرطة موجود، الامن موجود، الامان فول. وانتم مثل ما تعرفون الامان اربيل ما شاء الله عليه. الاعمار بعدها ما كاملة، هاي الاعمار لو تكمل تطلع بعد احلى. الحلو بمدينة امباير السيارات، شوفوا السيارات واحد احلى من الثاني. والنظافة من ادخل عليها اشوف النظافة ما شايفها باي دولة. يعني رحت تقريبا عايش 10 سنين بتركيا، احلى من تركيا بمليون مرة. فحبيت افتر بيها اشوف لكم اياه. ليش دا اقول دائما سيارات واحدة احلى من الثاني؟ لامبورغيني، سيارة لامبورغيني بنص امباير. في تجي بوغاتي ولا لامبورغيني؟ لامبورغيني. يا اخي والله ترتاح نفسيا. ما ادري اني بيدي يصير هيجي، ما ادري انتو لعد. هسه خلينا نعبر هاي الصفحة. الناس اليوم ازدحام جايين يطقون صور. هذا المدينة الجميل، واكو ناس يكتبون بالتعليق ليش تمدح. يعني ما ادري من فلوس الجنوب. يا اخي ترى ما له علاقة من فلوس الجنوب وهاي السوالف. ترى فلوس جنوب بيها هواي فلوس، بس يحتاج لواحد شريف فقط. فقط المقصد يحتاج لواحد شريف على المود يبني البلد. وما يحتاج الجنوب، ما محتاج فلوس ولا محتاج غير شيء. الجنوب فقط محتاج واحد شريف. محافظات الجنوبية والغربية، وانتم تعرفون الشيء احسن مني، فماكو داعي تعلقون تعليق سخيف. يعني هي المدينة شوف بعيونكم، يعني شوف النظافة، شوف الجمال،
شوف الأمان. طبعا من صدق دا تحس نفسك بأوروبا، الدول الأوروبية أصلا. وانتم تعرفون أهل أربيل من أجمل ناس، واللي أصلا ساكنين بأربيل واللي جاي من غير أربيل ومن غير قوميات. صدق يعني أربيل تريح النفس. شوف الجمال. طبعا هي تطلع بعد أحلى لو يكمل هذول العمارات. هاي العمارة الثانية والثالثة لو يكمل، وهاي مثل الدورة صايرة كلش حلوة، بس يحتاج وقت طويل على ما تكتر هاي الدورة الثانية قبل ما تدس على كيفك. طبعا اليوم كل طالع يطقون صور على هذا الأجواء لأن يستغلون الجو. هي صدق تستحق تستغل الجو على هاي المنظر الأربيل. أنا افتريت كل أربيل، ما أدري يعني من أجمل المناطق هي أمباير. فأحاول أنا هم أشوف لكم مدينة أمباير ليش هي جميلة، لا تشوفوها بعيونكم. وما أقدر أمدح الكذب، يعني أنتم دا تشوفوها بعيونكم. يعني هاي التطور الجميل اللي حاصلة بأربيل، وصدق هي تستاهل. إيش قد ما أمدح بيها قليلة، تستاهل بعد أكثر. وأفتخر، وأني لا من أربيل ولا شيء، بس أفتخر بهاي المحافظة. صدق فخر إلنا للكل. وبالعكس هم أصلا يمدحون، يعني أنا رحت تركيا أتراك يمدحون أربيل، يمدحون النظافة اللي صاير، الأمان بأربيل. يعني مو إنه أنا أمدح أربيل ما أدري شنو. شوف العمارة، يعني من توقف هنا تحس نفسك بقطر، ولو إن شاء الله تصير أجمل من القطر هم. شوف الإعمار، شوف البناء، شوف النظافة، وشوف الأمان. على ولا تكمل هاي العمارة وهاي الثانية تطلع بعد أحلى المنظر. ومن تجون تطقون صورة أصلا تعالوا طقوا هناك بوسط الإمباير. طبعا مدينة إمباير حتى سيارة الشرطة يختلف. شوف ايش قد حلو لاند روز. راح تكمل هي اعتقد اني ما ادري شنو مثل قاعة او مطعم او شيء. لو تكمل تطلع بعد احلى. ناس سادين الطريق. انا حبيت اشوف لكم المنظر خلف البيوت اللي موجودة بامباير. وهناك انا صديقي اللي يسألون هواية عن السعر. الاسعار هنا الشقق اعتقد على قول صديقي يقول من 15 شدة وانت صاعد، من 15 شدة ل 30 40 يمكن قال هيجي. فاني ما ادري بالضبط ايش قد الاسعار، بس شقق يخبط. واحلى شيء هنا النظافة فول. اكثر منطقة نظيفة بأربيل بصراحة شو اسمه الامباير. هنا مسوين جراج هاي الصفحة، يعني من تجون الامباير هي ماكو باركينج بامباير، بس مسوين باركينج هنا على هاي الصفحة كبيرة ويخبط. تقدرون تخلون سياراتكم هنا، تنزلون وتشوفون المدينة. واحلى شي شفتها اليوم هنا يجون عرسان يطقون صور فوق 15 عرسان شفتهم دا يطقون صور بهاي المنظر الجميل. حتى بداخل هناك بدأت تشوفون هناك هم اكو عرسان دا يطقون صور داخل جوا. حلو. الأجواء اليوم يخبل. بالليل صح تبرد الجو، بس هسه حاليا الجو إلا فد شي على قولتنا.
واي واحد الجاي الاربيل تقدرون تسالوها مدينه امباير شلونها، او تجون بنفسكم تشوفوها شلونها. صدق تستحق الشكر اللي واصل هالمدينه على هذا المرحله، تستاهل جزيل الشكر اصلا، مو بس الشكر. ولو هي، وان شاء الله كل المحافظات تصير مثل اربيل. هذا الباركينج اللي حكيت لكم عنها، أنا خليت السيارة هنا، تقدر تخلي السيارة على صفحة وتفتر المدينة. اكو كم باركينج هنا بس أعتقد ما تلقون بيها مكان فارغ. شوف السيارة الثانية اللي قلت لكم عليها تعجبكم السيارات الحلوة، شوفوا ماستنج. اللي وراها شنو؟ شوفوا اللي وراها، اللي وراها شوف السيارة، شوف الجمال. هاي السيارات ما تشوفوها الا باربيل، اني ما شايفها، ما ادري انتم تشوفوها ولا لا. اني ما شايف هاي السيارات الا باربيل، السيارات واحد احلى من الثاني. هذا هندي، صديقنا هندي، سلم علي بالهندي. شوف السيارة صاعدنا تافعت جمسي، بالعافية عليه. واليوم وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تدعمنا بلايك وتعليق حلو مثلكم. تحياتي.